اخرج ثابته. وش الحل؟ الحل عندي. اختي انا شخص عادي. Wake up to reality. في اليوم رح نحكي عن عبود الكيبل واللي جالس يسويه اخر فتره. انا تركته اخر فتره، قلت ممكن تاب هالولد يا اخوان، ممكن صار عنده تجددات، ممكن انه يكمل على نفس المحتوى، ولكن جاب لك وحده جديده على الفريق اللي يقول انه يدعي هي مرته. ما اعرف اذا هي مرته او لا، المهم يدعي انه هي مرته، واذا مو مرته اصلا، اذا طلعتها معك وانت قلت انه حتى لو ما انا مرتك انت ديوس، فما بالك لو جالس تعمل اشياء غير اخلاقيه معاها مثل هذا الفيديو مثلا. عبود عبود انت ليش هيك عيونك بين، يعني ليش هيك نبرة عيونك ليش هيك نظرة عيونك بينة يا اخوان؟ هذا الشخص غريب بشكل مو طبيعي. يعني انا ما اعرف ان انت هو ربي خلقه كده، ولا يعني عرض من الدنيا اللي هيك سوى فيك، او يعني لازم تفهمني ايش اللي سوى فيك هيك. هسه بيقولوا انه هند القحطاني لها دخل بهذا الشيء، ولكن ما اعرف هلا هند القحطاني تابت ولا لا، ولكن مو مهتم. فانا يا شباب اللي القصه كل ما فيها انه انا يعني انا فقت لقيت زاكلور بعت لي هذه الرساله. يا توي صاحي تمام ومخي عطى ايرور. انا مين؟ انت مين؟ مين الحلال مين الحرام يا رجل؟ كيف حلال متحول بنت حلال متحولي حال؟ خليني بس اصحصح شوي. اخوان يعني انتوا شفتوا ردي، يعني هذا رد واحد صاحي. فانا بعد هيك قمت قلت يلا هسه بس اصحصح بحكي معك. بعدها رحت فتت على تيك توك. انا يا ريتني بصحصح، انا يا ريتني قمت سويت لي شيء ينفعني بحياتي غير اني افوت على التيك توك. يا عمي اول ما قال بالتيوب محميه تيك توك يا اخوان والله صدق. ويلا شباب، يعني انا قلت لكم ان انا اول ما قلت في برايفت في ناس كاتبت لي لا ما عندهم برايفت والبرايفت فاضي ما اعرف ايش. يا اخوان انا جبت لكم مقطع من البرايفت مسرب فاهمين؟ مسرب يا شباب. شفتوا اول فيديو وراح افرجيكم الفيديو الثاني اللي نشرب حليب مرته. ليش حسيت حالي يعني كذا فهم هذوك البلطجيه اللي بيجي سرواله ساحل وهيك؟ خلونا نشوف. حليب ريم يا اخي، خلي عنكم حليب ناقه هنا، اشربوا حليب ريم. حامض هذه صارت امي خلاص، الحين ريم صارت امي. اشربي يا اخي الحين، ارسل خويك المفضل عشان يشرب وهذه تصير امه. الشاب عبود ايش نشرب الله يشربك من نار جهنم. قولوا امين امين. او هو هيك راح يشرب من نار جهنم تمام، الا اذا تاب يعني وعمل صالحا. والله يا ربي والله مو عارف يا رب شو اسوي بهذا الشخص. انا شو اسوي لحتى اخلص من هذا الشخص؟ الفيديو تبع البرايفت موجود باخر الفيديو، فاذا مهتم خليك لاخر الفيديو. يعني انا مو عارف ايش اسوي فيه. لو تنمرت اليوتيوب بيحظرني، لو انتقدته اليوتيوب كمان بيحظرني، لو سويت اي شيء اليوتيوب بيحظرني. فعلينا بالدعاء له، يعني الله يهديه، اذا ما هدى الله ياخذه يعني. واحد من التنتين، او يهدي او ياخده، ما في عنا خيار تاني. يعني منزل لي فيديو يوم الجمعه انت عم تقول اشربوا حليب اختي حليب مرتي، يعني والله العظيم مو منطق تمام. يعني اذا حتى ما عندك غيره خلي غيره عندك شوي، اذا ما عندك غيره خلي عندك. المهم يعني هذا لازم ناخذه على هذا لازم ناخذه على سوريا، نطعميه لحم جميل. نحن عندنا بسوريا شوي الجميل قليل، ولكن ما بيأثر، خليه ممكن يعني يصير زلمي. بعدين هذا باكستاني، انا بقول لكم هذا وصل على السعوديه. ما اعرف ان السعوديه فيها الفسق، مع انه ما اتوقع، يعني ارض الحرمين يعني المهم يعني ما اتوقع في حدا عنده. فيا شباب وصل على السعوديه بعد فتره، تقلع من السعوديه من وراء هذه المقاطع اللي جالس ينشرها. اعطوا له يلا كلك، اعطوه دبل كيك، خلوه يطلع برا. قالوا له قول ابريق، قال ابريق. قالوا له يلا اطلع برا فريق اللي هو السعوديه. المهم فمين الدوله اللي استقبلته؟ قولوا معي في كل فخر وخاء. الامارات. صدقني الامارات. ما في دوله عاطله لهالدرجه الا الامارات. الامارات اذا سبيت رب العالمين اوكي يعني حريه شخصيه برو عادي وارد، يعني ما في عندك اي مشكله. ولكن اذا سبيت حاكم الدولة لا شرفي تنحبس 25 سنة على حسب ما سمعت انا، تنسحب منك املاكك على حسب ما سمعت. طبعا ما اعرف اذا هذا القانون صح ولا، ولكن بالمقابل اذا طلعت لبرا على السويد او على انجلترا او على اي دولة انجليزية او المانية او امريكية، سبيت رب العالمين ما عندهم مشكلة.
اوكي هذه حريه شخصيه، فاهم؟ سبيت الرئيس، اوكي ما في اي مشكله انه انت عادي مو عاجبك الرئيس، ولكن عندنا زلمه يسب الرئيس، زلمه يسب الرئيس. والله اذا بتسب الرئيس بسوريا بتلاقي ابو حيدر واقف لك على الباب وبقول لك وعيني. فنفس الشيء صار معه. يعني الامارات ليش استقبلت هذا الشخص؟ والله ما بعرف. هو اصلا الامارات الله يعني ما اعرف ان الامارات ليش دخلت هذا الشخص لعنده. يعني ما ايش ممكن تستفيدي من هذا؟ ايش الاستفاده من هذا الشخص؟ لا هو مطرب، ولا هو يعني، ولا هو تبع راب، ولا هو تبع شرف، ولا هو تبع محتوى. ايش يعني؟ انا بدي اتخيل اللي وافق انه يدخل على الامارات، اوه والله اخته حلوه تعال بيقضي معك ليله وبدخلكم على الامارات ما بيأثر. هو قالوا اختي تعرفت على الشخص، فاهمين؟ فيا اخوان عندك هذا الفيديوهين، وعندي فيديو ثالث جبت لكم اياه انه اخته عم بترج معاها، فشوفوا. مساكين عندهم صغيرة ما ترج ثابتة، وش الحل؟ الحل عندي طيب منشن خويك عشان خويك عنده صغيرة يكبرها. علمتكم يعني مثل ما شفتوا بالفيديو انه اخته عم ترج معاها كتير، يعني عندها رجاج ما شاء الله تحت. ما راح اقول لك ليش، لانه انت عارض يعني ومبين عليها يعني صغيره هيك، صغار البنات صغار. ما اتوقع فيهم وحده فوق 20 سنه، مستحيل والله مستحيل. يعني مبين عليهم اصلا يعني عم ياخذوا رواتب محترمه لحتى يطلعوا. هيدي الشغله على فكره صعبه، حتى لو انت ما عندك شرف بالمره يا حبيبي، ولكن صعبه والله صدقني صعبه. تخيل واحد يطلع باختك تطلع غلط، اولي شيت نيجا. نحن كلنا زلمهم، حتى النسوان عندنا زلمهم. فيا اخوان يعني صعب، بس ما اعرف هو عنده السهوله هذه شكل. هذه الشغله تدخل مدخول جدا قوي، يعني تدخل لك باليوم 200,000 او 300,000 دولار. معقول؟ يعني ممكن؟ لا ممكن انه واحد ينغر اذا دخل هذا المبلغ. غير هذا المبلغ ما اتوقع انه ينغر من هذا الشيء يعني. فيا شباب وصلنا هذا الفيديو، وحطيت لكم الفيديو اخر دقيقه يعني بالفيديو اللي هو هلا. فخلونا نوصل هذا الفيديو 50,000 لايك. 50,000 لايك ان شاء الله قريب. خلاص هذا الفيديو 50 لايك ويلا بيس.